من المحقق أن التجارة لعبت دورا مؤثرا في نظام الكهنة، فبالإضافة إلى قيام التجار بتصدير فوائضهم الإنتاجية والمتاجرة بها، فقد كانوا مضطرين لتغطية نسبة ملحوظة من احتياجاتهم الناقصة. ثمة العديد من المواد الناقصة للمدائن الموجودة في الوادي السفلي من ميزوبوتاميا، بالتالي فالتجارة أو الاستيلاء ضرورة اضطرارية، وربما تم القيام بكليهما. هذا هو الهدف من ترسخ نظام المستوطنات الذي اكتنف المنطقة كشبكة عنكبوتية. لهذا الغرض بالذات أقيمت العديد من المستوطنات على ضفاف نهري دجلة والفرات، ولطالما نصادف آثارها بكثرة هناك، وبالأخص فإن تجارة الخشب والمعادن والنسيج كانت منتشرة. من المؤكد قيام نموذج أولي مصغر من مجتمع الدولة الجديد في أطراف الزقورات، مثلما سعينا لسرد ذلك بالخطوط العريضة. ويكاد يجزم بأن أول نموذج ملموس لصعود مجتمع الدولة على أرض الواقع، والذي أثر في نظام المدنية برمته، يرجع في أصوله إلى الزقورات السومرية، في حين أن كافة الأمثلة الأخرى من مصر إلى الصين تقتفي الدرب نفسه. وبالفعل فولادة مجتمع المدنية الدولتية قد تمت في رحم معابد الكهنة، وما من مثال آخر ملموس يشير إلى تخمره أو نضوجه بأشكال مغايرة. إذن والحال هذه، واعتمادا على تفسيرنا وشرحنا لمثال الزقورات، يمكننا القول إننا ولجنا عصر الآلهة المقنعة والملوك المتسترين الأول مع نشوء مجتمع سومر. فالكهنة السومريون يشكلون الآلهة المقنعة الأولى، يليهم ظهور الملوك المتسترين بثياب سياسية على التتالي، وبأيما صخب وبأيما عظمة في المسير يقومون بذلك. واو! نلاحظ ظهور دولة السلالة بعد مجتمع دولة الكهنة، ولكي تكون مترعة بالمعاني في تطورها الاجتماعي على غرار المجتمع الدولتي، فإنها تولي الأهمية لنمط الكهنة، فهي بحاجة ماسة في بداياتها إلى الشخصية الحكيمة في سبيل اكتساب الشرعية وتدبير شؤونها، ذلك أنه ثمة تشييدا اجتماعيا بحاجة لإثبات جدارته. وليس من العسير القول أنه يصعب تحقيق ذلك بالقوة السياسية والعسكرية فحسب، فلكي تستطيع تطبيق العنف فهي بحاجة ماسة أولا لنظام مجتمعي وإداري منفتح على تأمين الإنتاج الزائد ومزاولة التجارة، بل ومحققا لهما. يجب أن يكون المجتمع الجديد قد حقق تمأسسه في هذا السياق. قد يكون للأمر معناه في حال استطاعت القوة السياسية والعسكرية الاستيلاء على مجتمع متأسس بهذه الشاكلة، وفي حال العكس فلا يمكنها تأدية دور أبعد من تطوير الفوضى. لا ريب أن تاريخ السلالات أيضا قديم ووطيد في ميزوبوتاميا، فمع تمايز الإثنيات إلى هويات متباينة، كان لا مفر من بدء التطور السلالتي ضمن نظام العشيرة والقبيلة، بحيث تلتفت حول الشخصيات الخبيرة بشؤون الذود عن القبيلة وصونها، وبشأن موقعتها في المناطق المعطاء وحل مشاكلها الداخلية. من المحتمل بروز عائلة أو عشيرة ما للأمام أكثر، بحيث تشكل إدارة القبيلة أو تستولي عليها. لا شك في أن رضا أعضاء القبيلة عنها وقبولهم إياه أمر معين في ذلك، كما أن أواصر القرابة فيما بينهم لا تزال سائدة، ولا تسمح بوجود أي دخيل داخلها. ربما يصبح الدخيل عضوا في القبيلة في حال انضمامه إليها بشكل مناسب وانصهاره فيها. نخص بالذكر أن السلالة في مستهل تشكلها تعد انطلاقة هوياتية هي الأمتن والأمنع ضمن سياق التطور الاجتماعي بعد هشاشة هوية الجلان. وغالبا ما يجمع المؤرخون على أن هذا التطور حصل في أعوام 5000 قبل الميلاد، أما منبعه فليس المجتمع السومري، بل أكبر الظن أن التطور القبلي حصل أولا بين صفوف المجموعات اللغوية والثقافية الآرية. ويمكن القول أن تطورا مشابها وربما أقدم قد برز لدى الساميين، وبالتحديد فيما بين أعوام 9000 قبل الميلاد و6000 قبل الميلاد. نشاهد أن حكم السلالات اكتسب قوة منيعة في ميزوبوتاميا السفلى حتى أعوام 5000 قبل الميلاد، فالعهد المسمى بالعبيدي الذي اتخذ من أريدو مركزا له فيما بين أعوام 5000 قبل الميلاد و4000 قبل الميلاد، والذي تم عيشه قبل عهد أوروك، يتميز بمناعته من حيث رسوخ السلالات، إلا أننا لا نلاحظ انتقالهم إلى تشكلات الدولة،
بل ثمة تطورات تثبت أنهم توجهوا نحو بناء نوع شبيه بالمستوطنات، كما نصادف استقرار صفوة العوائل السامية بين الشرائح الآرية الثقافية خلال أعوام 5000 قبل الميلاد و4000 قبل الميلاد. ويلاحظ بروز أول استيطان سامي في حوض الرافدين العلوي، والذي نسميه اليوم بالمنطقة الجنوبية الشرقية. من المهم استيعاب خاصية مهمة للنظام السلالتي من حيث أننا معنيون بها راهنا عن كثب، ألا وهي أن رغبة العائلة ومؤسسة العائلة في امتلاك عدد جم من الأطفال الذكور تعتبر اللبنة الأساسية للأيديولوجية السلالتية، أي أن تعدد الزوجات والرغبة الدائمة في إنجاب الأولاد الذكور هما المرام الأول للأيديولوجية السلالتية. يكمن الدافع وراء ذلك في امتلاك القوة السياسية، فبينما انتقل الكاهن إلى الريادة بالارتكاز إلى قوة المعنى، فسيلجأ الشخص القوي الحاذق في السلالة للمراهنة على الريادة بالارتكاز إلى القوة السياسية. ولدى عدم الامتثال لمصطلح القوة السياسية يبدأ العنف بالسريان، في حين أن قوة معنوية منبهة ومنذرة من قبيل غضب الرب هي المؤثرة في قدرة الكاهن لدى عدم الامتثال لها. أما المنبع العين للقوة السياسية فهو الحاشية العسكرية للرجل القوي. أما في مرحلة الصيد الأسبق، وبالأخص في مرحلة سيادة نفوذ المرأة الأم، فكأن الرجل مطوق ومحاصر. باقتضاب علينا استيعاب حقيقة العائلة ونظام المرأة الأم كي نستطيع فهم هذه الظاهرة الوعي. فالزوج في عهد المرأة الأم مهمش أو غير معروف، فلدى إنجاب المرأة الأم للأولاد فإنها لا تكون في وضع المرأة الممارسة للعشق مع الرجل الذي تحبه، حيث لم يكن قد دخل العشق والمجتمع الجنسوي الأجندة بعد. فلا المرأة مرتبطة بأي رجل بروابط الزوجية، ولا الرجل في وضع يخوله لبسط نفوذه على المرأة والقول إنها زوجتي. والصيد بحد ذاته مجرد لهو وتسلية، ولا قيمة له عندما لا يكون مثمرا، فضلا عن أنه ما تزال رغبة الرجل ضامرة في أن يكون لديه أطفال ضمن المجتمع. فالأطفال ينتمون للمرأة الأم، وبطبيعة الحال لا تبحث المرأة الأم أيضا عن الجماع الجنسي لأجل اللذة، ولا تنجر وراء شهواتها، بل تمارس الجنس بقدر حاجتها كأي كائن حي، وعادة ما تمارسه بهدف التوالد والتناسل. السبب الأساسي وراء انتماء الأطفال إلى المرأة الأم هو كدحها في تنشئتهم وتربيتهم، فإنجابها إياهم وتغذيتها لهم يمنحها هذا الحق طبيعيا. بالتالي فالحديث عن حق الأبوة يعد هذيانا في العهد الذي لا تتسم فيه معرفة هوية الرجل ومن يكون بأية معان اجتماعية. ما يهم هنا هو أخو المرأة الأم، لأنه يترعرع معهم، وتتأتى رصانة الخال والخالة من حقوق المرأة الأم تلك الغائرة في القدم. إذن فعائلة المرأة الأم تتكون من الخال والخالة وأولادهما إن وجدوا، وأولاد المرأة، والعائلة الأمومية أيضا تعبر عن هذا الأمر. هكذا يمكننا شرح المرأة الأم والتعبير المجتمعي لعبادة الآلهة الأم المنبثقة منها، والتي تشكل حجر الأساس للعهد النيوليتي. فالرجل هامشي فيما عدا الأخوال، ولم تنشأ بعد اصطلاحات الأبوة والزوجية.